توقعاتنا كده سريعا للقاء النادي الاهلي طبعا وبيراميدز اللي هيقام خلاص كمان كام ساعه. يمكن اللقاء ده مصيري جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لبيراميدز. بيراميدز لو قدر ان هو يفوز هيبقى اقترب بشكل كبير من النادي الاهلي بالمنافسه الشرسه طبعا اللي بيقدمها من بدايه الموسم. فبالتالي اللقاء النهارده لقاء مصيري للفرقتين. قبل ما نبدا حلقتنا ان شاء الله مع بعض ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. طبعا بتوقع التشكيل في الاول كده. التشكيل المتوقع بالنسبه لي طبعا محمد الشناوي رباعي خط الظهر، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد. اما الحته اللي هي بتاع نص الملعب يمكن فيها جدل شويه بحته ان انت مروان عطيه مش هيبقى جاهز بنسبه 100% او مش متواجد بشكل كبير. طبعا بتمنى ان هو يبدا بإيليو ديانج، يلعب بامام عاشور وقفشه، يلعب بالطرفين حسين الشحات، ويقدر ان هو يبدا ببيرسي تاو. اما طبعا في خط الهجوم طبعا لا غنى عنه طبعا وسام ابو علي اللي بيقدم مباراه اكثر من رائعه. بنتمنى وجوده النهارده بشكل اساسي. بنتمنى ان كولر طبعا ما يألفش في التشكيل. اللقاء النهارده مش متحمل اي حاجه، لقاء مصيري للفرقتين. النادي الاهلي قدر ان هو يفوز هيفرق بنسبه كبيره عن بيراميدز بسبعة بونت، فبالتالي النادي الاهلي بنسبه كبيره قدر ان هو يحسم الدوري. بيراميدز قدر ان هو يفوز النهارده طبعا هيبقى قرب بشكل كبير من النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يمكن لسه ليه مباريات متأجلة بينه وبين بيراميدز، فبشكل كبير إن شاء الله مش هيفقد أي نقاط. فبالتالي هيبقى قرب بشكل كبير من النادي الأهلي. فهتطمعه في حتة إن هو يقدر إن هو يكسب مبارياته ويبقى مستني لك أنت أي وقعة. فبالتالي النادي الأهلي ممكن فعلا يعني في الفترة دي يقدر إن هو يخسر ماتش أو يتعادل ماتش، فبالتالي هتديله الفرصة بإن هو يخش معاك في المنافسة بشكل كبير. بيراميدز النهارده لو قدر يكسب طبعا هيبقى الفرق بينه وبين النادي الاهلي هي بونت وحيد، هو بونت واحد. يعني حتى لو النادي الاهلي خد مؤجلاته هيفرق ببونت واحد، فبالتالي هتبقى المسافه قريبه جدا. بنتمنى ده ما يحصلش ان شاء الله والنادي الاهلي يقدر يحسم اللقاء، يقدر ان هو يلعب بالروتيشن المعين بتاعه وبالكواليتي المعين بتاعه في بدايه اللقاءات المهمه اللي زي كده. يمكن كولر ليه كذا ماتش في ماتشات مهمه زي كده بنشوف ان هو بيألف شويه في حته التشكيل. بنتمنى ده ما يحصلش النهارده. بنتمنى بيبدأ بالتشكيل المعتاد بتاعه اللي احنا لسه قايلينه من شويه. طبعا توقعات اللقاء لو النادي الاهلي فايق بنسبه كبيره وبيراميدز بيقدم كرة حلوه يبقى 3-1. اما لو بيراميدز هايب الموقف ومش في حالته النهارده اعتقد 3-0 يكون مستريح كمان. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. الناس اللي بتشوف البث او بتشوف الفيديو ما تنساش تحط التوقع بتاعها في تعليق او كومنت. طبعا يمكن مخصصين جايزه النهارده تيشيرت للنادي اللي انت بتشجعه ايا كان هو النادي ده ايه. بتشجع اهلي، بتشجع زمالك، بتشجع بيراميدز، اسماعيلي، ايا كان التيشيرت ده هيوصل لك لغايه عندك. يمكن من شروط المسابقه ان انت تشارك الفيديو. من شروط المسابقه طبعا يمكن انت لو في اي مكان طبعا هيجي لك الجايزه بتاعتك. الجايزه هتطلع بناء على ان احنا هنعمل بث نختار في الجوائز قدام الناس كلها اللي هتبقى متواجده والناس اللي متوقعه صح. بتمنى لكم التوفيق ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.